هاي يا حلوين. بفيديو اليوم رح نتعلم كيف نطبق الرموش. كتير بنات مؤخرا اعتمدت تركيب الرموش بمكياجها، ومثل ما شايفين الرموش بتساعد مكياجك يظهر بطريقة كتير أحلى وبتعطيكي إطلالة جذابة للعين. فإذا حابة تتعلمي معي الخطوات تابعي معي الفيديو ويلا نبلش. الخطوة الأولى هي خطوة اختيار الرموش المناسبة لقصة عيونك، ومثل ما بتعرفوا في كتير أنواع موجودة بالسوق. هيدول مثلا رموش شعرة شعرة ببينوا طبيعيات أكتر من الرمش الكامل. مثل ما شايفين في أشكال كتير مختلفة لقصات الرموش، منها بيجي شعيراته خفيفة ومنها كثيفة، بيعتمد على لوك المكياج اللي اخترتيه وعلى قصة وشكل عيونك. إذا حبيتوا أعملكم فيديو أشرح فيه تفاصيل أكتر عن الموضوع اكتبولي بالتعليقات. والنوع الثاني من الرموش هو الماغنت أو المغناطيسي، سهل الاستخدام، بيجي معه آيلاينر وما بيحتاج جلو. رح نحتاج كمان للاصق الرموش بالإضافة إلى مكبس الرموش ولملقط ومكبس الرموش وأي نوع ماسكارا بتحبي تستخدميها. بالبداية رح شيل الرمش من العلبة ورح أكبس بإصبعي على الرمش ليطلع، وهيدي هي الطريقة الصحيحة. أما إذا استعملنا الملقط ممكن تنفصل الرموش عن مكانها ويخرب الرمش معنا. قبل ما تبلشي بخطوة اللصق تأكدي أولاً إنه مقاس الرموش بيناسب مقاس عيونك. أما في حال كان كبير قص الرمش على طرف زاوية العين بهيدي الطريقة. أول شي رح استخدم مكبس الرموش ورح كبس رموشي، ومن بعدها رح طبق الماسكارا على رموشي العلوية. واليوم بما أني حاطة آيلاينر فرح استخدم هيدول الرموش، بيجوا قصار من مدمع العين وطوال على زاوية العين الخارجية، بيناسب جدا لوك اليوم. بالنسبة للجلو رح استخدم دو جلو. الحلو بهيدا الجلو بيجي لونه أبيض بس لما ينشف بصير لونه شفاف، سهل الاستخدام ومعه ريشة بتقدري تطبقي فيها التلزيق بكل سهولة. شوفي أهم شي طبقي كمية كبيرة على الأطراف حتى يلزق معك الرمش مزبوط. نتركه حتى ينشف مدة 30 ثانية تقريبا، ومن بعدها طبقيه على خط رموش العلوي مباشرة. يفضل تكون عيونك مفتوحة، أنا هون غمضت عيوني لتقدري تشوفي المكان يلي حطيت فيه الرمش بالضبط. وبعدين كبسي من على الأطراف وتأكدي إنه لزق. الخطوة يلي بعدها رح كبس رموشي بنفس الملقط. فيكي تستخدمي الملقط الأرفع يلي فرجيتك إياه بأول الفيديو، ورح نكبس الرمش برموشنا الطبيعية حتى نتأكد إنه اندمجوا مع بعض. رح أرجع كرر الخطوات بالعين التانية، وكمان رح غمض عيوني لتقدري تشوفي الخطوات بطريقة أوضح. وما تنسي تكبسي رموشك بالملقط أو بإيدك يلي بريحك. وهيك بيكون خلص فيديو اليوم. إن شاء الله تكوني تعلمتي خطوات تركيب الرموش، وإذا عندك أي سؤال اكتبيلي بالتعليقات، وما تنسي اللايك والاشتراك. بحبكن كتير، إلى اللقاء.